النهاردة 3 رمضان 2024. يعني عندي تمرين سكواش. ايوه يا جماعة، انا مكملت السكواش في رمضان، فدي اول كلاس او اول سيشن للسكواش في رمضان. فيلا هنجرب سوا، يلا بقى بينا نجهز سوا ونروح تمرين السكواش مع بعض. يلا بينا، رمضانكم كريم. اول حاجة هنعملها ايه يا حلوين؟ هنجهز وشنا. هنا مش حاطين اي حاجة، فهقول لكم ايه الحاجات اللي هحطها قبل ما بروح السكواش عامه، لان لما بروح السكواش او بلعب اي رياضه ما بحبش احط اي كيميكالز كتير على وشي، علشان طبعا احنا بنتحرك ونجري فبنعرف، فممكن الكيميكالز دي تخش في وشنا. فهنحط حاجات بسيطه جدا جدا جدا. يلا بينا نعرفها سوا. اول حاجه هغسل وشي بالغسول بتاع ايفا، وبعد كده هحط كريم زينكوديرم. دول اللي هعملهم اول حاجه. كده هستخدم طبعا الكحل، وهستخدم مصحح الحواجب من بريتي وومن ده، وهحط ليب جلوس من بريتي وومن برضو، وعليه اللي هو الشفاف، الليب جلوس الشفاف من مايت سينما ده بريتي وومن، ودول مايت سينما. دي الحاجات اللي هنحطها كلها. يلا بقى بينا نحط الحاجات دي ونشوف بيفور. يلا بقى بينا نشوف افتر. ده البيفور بعد ما حطيت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، بس انا زودت عليها بس ايه، ماسكارا من سيبال. كده الوش بقى جاهز. لسه ايه، نلبس التريننج بتاع سكواش. يلا بينا يلا بينا نلبس التريننج. تعالوا نفرق التريننج اللي هنلبسه. انا دايما بتدرب بالتريننج ده. طبعا هو التريننج طبعا يميل الى ان هو سبورتيف يعني، وده البنطلون بتاعه، فهو ده التريننج اللي احنا هنلبسه. يلا بينا نلبسه ونشوف بيفور وافتر. يلا بينا لكم ان انا هلبس التريننج ده. هو فيه في وش، بس هلبس التريننج ده على الطرحه دي. اوكي يلا بينا يلا بينا. تاتا، ده التريننج بتاع السكواش. ايه رايكم فيه يا جماعه؟ اوكي كده احنا بقينا جاهزين ومستعدين. لسه حاجه واحده الساعه، عشان بس نعرف حرقنا كام كالوري. دي اهم حاجه. عملنا ايفورت قد ايه، عملنا ورك اوت قد ايه، كل الحاجات دي كلها. اوكي كده انا كروني المصري مستعده. يلا بقى بينا نروح نجهز شنطه السكواش والحاجات اللي بناخدها معانا في السكواش. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه احطها في الشنطه بتاعتي، الشنطه دي طبعا خاتم التسبيح، بس انا مش هقلعه من ايدي. خاتم التسبيح اوكي هيبقى في الشنطه بتاعتنا كده. الشنطه كده اهي، نحط فيها خاتم التسبيح، وطبعا فيها الفلوس وفيها كل حاجه. تاني حاجه هناخدها معانا ايه، ازازه ميه. طبعا يا جماعه بنحتاج ازازه ميه كبيره، ما تقولوش خدي واحده صغيره، لا لا، احنا بنموت من التمرين، فلازم تبقى ازازه ميه محترمه كده. يعني انا ساعات بخلص دي وببقى عايزه اجيب كمان فعلا. اوكي دي تاني حاجه معانا. تالت حاجه بقى واهم حاجه، وما ينفعش نروح السكواش من غيرها، ايه الا وهو ايه، تاتا، المضرب بتاع السكواش بتاعنا. تعالوا نوريكم المضرب. ده مضرب السكواش بتاعنا. هو مش هتلاقوه في بورسعيد يا جماعه، هو من القاهره كده. فاوكي فده تمام. نعمل ده كده كده، وازازه الميه كده. وبكده نكون جاهزين لتمرينة السكواش. يلا بقى بينا ننطلق ونجري على المكان اللي هنضرب فيه في السكواش، او ننطلق على نادي القضاء. يلا بينا يلا بينا. احلى رياضه ولا ايه؟ رمضان يعني رياضه، ودي اول مره اعملها في حياتي يا جماعه، ان انا ابقى اعمل رياضه في رمضان. في رمضان ايوه يا جماعه يلا بينا. الله، لبسنا الشراب. يلا بينا يلا بينا ننطلق. واخيرا بقى نسخن العربيه ومنطلقين بقى على السكواش. دي اخر حاجه، كل حاجه. المضرب جنبنا، الميه، شنطه. انا رايحه تمرين اول مره اتمرن اصلا، في اول مره في حياتي اصلا انزل اعمل رياضه في رمضان. انا كنت دايما رمضان معتكفه في البيت، ما بتحركش ما بنزلش، حتى لما بشتري هدوم العيد بشتريها الصبح. رمضان ده خلوه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، شغل وعباده فقط. بس انا قررت السنه دي ان رمضان يكون مميز جدا، وادخل فيه حاجات اكسترا. يعني ان شاء الله مش هقلل، لا انا هزود. اللي بعمله هيفضل هو بعمله، بس لما انزل مرتين سكواش ما فيهاش حاجه، انزل اخرج كوفي برضو ما فيهاش حاجه،
بس مش كتير، يعني مش كتير عشان رمضان وقته قليل جدا يعني، بس نحاول نستغل ان شاء الله الوقت ده. وبس كده، العربية هي سخنت، يلا بقى بينا ننطلق على السكواش. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا سبحان الله، شايفين الهلال رمضان؟ الهلال ما شاء الله ما شاء الله. وصلنا للسكواش، يلا ناخد حاجتنا، المضرب، ازازة الماء، يلا بينا. ونعمل كده. طب خلينا نعمل كده، يلا بينا. وهنا بعد ما خلصنا تمرين السكواش حرفيا كنا خلاص مفرفرين، وبدأنا بقى تجهيزات زينة رمضان. قررنا كلنا بعد ما نخلص التمرين نعلق زينة رمضان في ملعب السكواش، وكلنا نشارك في تعليق الزينة وكده. كانت حاجة حلوة قوي يعني، بجد كانت عجباني ان احنا كلنا قاعدين وقاعدين بنجمع وقاعدين نفكر وقاعدين نخطط. بعد كده شغلنا اغنية اسمر بتاعت حسين الجسمي الجديدة، ودخلنا نلعب شوية وكملنا بقية الزينة. عايزة اقول لكم ده شكل الزينة بعد ما خلصنا خالص. وشغلنا الاغاني بقى، اسمراني عيونه سمرة واد كده. انا يا جماعه انا حاسه حسين الجسمي بيغني لك. شكرا يا حسين الجسمي. وركبنا الزينه، يلا بقى ننطلق نحط حاجتنا. هوب هوب هوب. انا اتبسطت جدا جدا، من زمان ما اتبسطتش قوي كده بجد. حلو قوي الكوميونتي بتاع السكواش ده، عسل. انا حبيتهم جدا بجد، واحلى صحبه اتعرفت عليهم. ويلا بقى ننطلق. الساعه دلوقتي 11 الا ربع. اعمل ايه؟ اروح اشرب كوفي ولا اروح على البيت؟ مش عارفه اعمل ايه. ايه رايكم، اروح اشرب كوفي ولا اروح البيت؟ هنعرف دلوقتي، يلا بينا. يا جماعه انا مش عايزه افيدكم، انا رجعت البيت. قهوة ميدو بتاعي انا تعبانه جدا وورايا شغل قد كده، فارجع البيت واعمل كوبايه الكوفي بتاعتنا بس كده. ودي كانت الجيت ريدي ويز مي، وازاي قضينا السكواش مع بعض، وكمان علقنا الزينه في السكواش مع بعض. بصوا بقى السكور اللي انا عاملاه، الحمد لله. دي ما نسيبهاش في ايدينا، دي ما نسيبهاش من ايدينا. بس كده، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. باي باي روني.